السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. كنتلاقاو من جديد في فيديو جديد. اليوم كما كتشوفوا غادي نحضر معكم البيتزا السائله اللي تنال الاعجاب نتاعكم ان شاء الله، واللي تقدروا تعتمدوها كغوتي للدراري الصغار او لا كوجبه عشاء خفيف. وندوزو المقادير والطريقه ان شاء الله. كما كتشوفوا هنايا عندي 250 غرام نتاع الدقيق، عندي نص كاس نتاع الزيت وكاس نتاع الحليب، واحد المعلقه نتاع الخميره مع معلقه صغيره نتاع سكر سنيده. هنايا ذوبتها في شويه تاع الحليب باش كتفاعل مع السنيده. هنايا عندي واحد شويه د الثوم بودره، شويه د الملحه، شويه د البزار، خميره حمراء، وهنايا وعندني واحد ياغورت مسوس وجوج بيضات. هنايا عاد ندوزو الحشوه عندي واحد جوج بصلات تقريبا. انا هنا عندي البصله الخضاريه قطعتها رقيقه شويه، عندي جوج فلفلات، وحده حمراء وحده خضراء، شويه الزيتون مقطع، شويه الزيتون كحل، شويه نتاع الطون، تقريبا واحد البواطه نتاع الطون صغيره. هنايا اول حاجه كندوز باش كنبدا بها كنبدا بالحشوه باش كتبرد لنا. هنايا كنجيب فواحد المقله كنحط هذيك البصله اللي شلت رقيقه، كنحطها كنردها فوق البوطه باش كتنزل شويه كتشحر شويه، وكنزيد عليها هذيك الفلفله الحمراء والخضراء بعد ما كنقطعهم مربعات صغار. هنايا البصله بعد ما كتنزل لنا شويه فوق البوطه كنكون رشيت عليها واحد شويه د الملحه باش كتهبط، عاد كنزيد عليها الفلفله حمراء والفلفله خضراء وكنردها فوق البوطه. كندير عليها واحد شويه، كنزيد تقريبا واحد شويه د الملحه القياس اللي يكفي ما بين البصله والفلفله، وكنزيد واحد شويه نتاع البزار. هنايا هادو هما التوابل اللي كنستعمل، واحد شويه نتاع التحميره اولا البابريكا، وكنضيف واحد الرويس نتاع معلقه نتاع البودره نتاع الثومه. هنايا هذيك البودره نتاع الثومه غير باش كتنسم لنا شويه هاد البصله والفلفله والعطريه، واحد شويه اللي كنضيف ماشي بزاف صافي. وكنردهم فوق البوطه كنحركهم مزيان باش كتنسجم هاد البصله والفلفله مع التوابل، وكنردها فوق البوطه باش تكمل الطياب نتاعها. هنايا تاني حاجه كندوز هنايا باش كنوجد العجين تاعي. هنايا عندي جوج بيضات يكونوا بحراره المطبخ كتخرجوا من الثلاجه قبل. كندير هاد جوج بيضات بحال اللي بغينا نقادو شي كيك، كنضيف عليهم نص كاس نتاع الزيت، وكنضيف العطريه اللي عندي الملحه والثومه بودره وواحد شويه تاع البزار، وكنبقى كنحرك حتى كينسجموا العناصر كامله. عاد كنضيف العناصر الاخرى. هنايا كنضيف هذيك الخميره نتاع الخبز مع المعلقه الصغيره تاع سنيده، خليتهم تما كيتفاعلوا بجوج بيناتهم باش ما كتبقاليش هذيك الخميره ما كتذوبش دغيا. كنضيف هذاك الكاس نتاع الحليب، وكنضيف هذاك الياغورت طبيعي صافي، وكنبقى كنخلط المكونات كامله. هنايا كما قلت لكم سابقا اما كديروا هذا الكاس نتاع ياغورت طبيعي او اللي كتضيفوا نص كاس نتاع اللبن صافي. كنبقى كنحرك حتى كتنسجم لي هاد العناصر كامله، وكنضيف الخميره الكيماويه من فئه 8 غرام، وكنبقى نضيف الطحين شويه بشويه وانا كنحرك. كنحرك مزيان حتى كينسجم لي داك الخليط. هانتوما كما كتشوفوا الخليط راه كيجي ثقيل شويه، ما كيجيش خفيف بزاف. كنبقى كنحرك مزيان حتى كيبان لي كلشي انسجم مع الحليب والياغورت والزيت والبيض صافي. كنخليه على جنب. هنايا اللي بغات تضيف شويه تاع الزعتر كتضيف، اللي ما بغاتش صافي كتكتفي غير بهذا الخليط هذا. راكم عارفين البيتزا اولا الكيكات المالحينه يبغيو يتنسموا شويه بالزعتر صافي. هنايا كنحطها كنغطيها بحال اللي باش كيتفاعلوا العناصر مع بعضياتهم. هنايا بعد ما هذاك الفلفله تشحرات لي مع البصله كنضيف هنايا داك الطون، العلبه نتاع الطون والزيتون مقطع،
والزيتون كحل أنا خليته حتى للآخر باش غادي نديرو غير من الفوق. وهنايا عندي شوية تاع الموتزاريلا، شوية د الموتزاريلا مع الفرماج أحمر، كنخليوه حتى للآخر مع الزيتون الكحل. صافي كنبقى كنحرك هاديك العناصر تاعي مزيان، هانتوما كيما كتشوفوا حتى كينسجموا لي مع بعضياتهم. من بعد عاد كندوز باش كنعمر القوالب نتاعي. هنايا كنضيف واحد الرشه تاع الزعتر. الزعتر كيبقى اختياري، اللي بغا يديرو كيدير، اللي ما بغاش انا هنا كنعطيكم غير الاقتراحات اللي درت. صافي كنحك شويه تاع الزعتر من الفوق. صافي هنايا كندوز اما كنديرهم على شكل قوالب فرديه اولا قالب كبير او مول كبير، اللي بغيتي ديريه لافراد العائله. هنايا هاد الاختراع اختاريت انني نديرو في مول كبير. هنايا كنجي كندهنو بشويه تاع الزيت وشويه تاع الطحين، كندهنو مزيان باش ما كتلصقليش هذيك البيتزا نتاعي. او صافي هنايا بعد ما دهنت هذاك المول نتاعي كنجيب هذيك الخليط، هذيك العجين نتاعي كنسرحو في هذا المول. راه ما تخافوش واخا كيبان لكم بحال اللي كيجيكم رقيق، راه ما تخافوش، راه كيتنفخ حيت فيه الخميره د الخبز والخميره الكيماويه، ما كيتجيش رقيقه العجينه. هنايا كنخوي هذاك العجين تاعي من البول، وكنبقى كنسرحو بهاديك السباتي حتى كيقبط لي الفورمه تاع هاد القالب او هاد المول. من بعد كندوز باش كنبقى نعمرو بهذاك الخليط اللي عندي نتاع الفلفله والثوم والزيتون والزيتون كحل الفلفله. هانتوما كيما كتشوفوا كنقادها مزيان، واخا ان كتجي بحال رقيقه راه ما كتجيش رقيقه، كتجي هي هذيك. الا درتيها في شي مول اخر كتجيك العجينه غليظه. صافي هنايا كندير هذاك الخليط، هذيك الحشوه نتاعي كنسرحها كامل فوق من هذا العجين نتاعي. ومن بعد كنزيد لها كنزينها بهذاك الموتزاريلا وفرماج حمر والزيتون كحل، وكندخلها للفران. صافي وكندير لها واحد شويه الزعتر من الفوق، كنحكو اما في هذيك الاله اولا في يديا كنحك غير شويه. صافي كندخلها للفران. ها هو من بعد ما كطيب لي كيجي الوجه تاعها كتجي رائعه وخفيفه ورطبه. هانتوما كتشوفوا بعد ما خرجتها من الفران راه باقا سخونه. هنايا عاد نقطعها معاكم، راه كتجي رطبه رائعه. هنا يمكن لكم تقطعوها مرصوات كبار اولا صغار على حسب شنو بغيتي. صافي هنايا قطعتها انا هنايا على 5 وعاود قطعتها على 2 بالطول، كيجيو طريفات هما هادوك. بصراحة كتجي خفيفة ورطبة. اللي ما كيصدقلاش العجين تاع البيتزا تجرب هادي وترد عليا الخبار في شي تعليق ان شاء الله. وهذه هي البيتزا نتاعنا اللي نتمنى تنال الاعجاب نتاعكم. ما تبخلوش عليا في التعاليق، ولأول مرة كيشوف القناة ما ينسانيش في الاشتراك. والى فيديو اخر ان شاء الله. خليتكم الراحة، والسلام عليكم.